السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو كنت تحلمين ببناء جمهور وفي وبيع وصفاتك أو تدريباتك أو دوراتك بدون ما تدفعين ولا دينار على الإعلانات، فهذه الحلقة مصممة خصيصا لك. لا تفوتي التفاصيل الذهبية التي أشاركها معك اليوم. اسمي فوزية أم نجود، أساعد الطباخات وصانعات الحلويات على بناء مشروع ناجح من بيع وصفاتهن وخبرتهن ودوراتهن عبر الإنترنت، خطوة بخطوة لتحقيق دخل ممتاز وتتوسعين بمشروعك بكل سهولة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك عزيزتي الطباخة وصانعة الحلويات. لو كنت تظنين أن النجاح في بيع منتجاتك عبر الإنترنت يحتاج إلى آلاف الدولارات على الإعلانات، دعيني أقول لك لا أبدا. اليوم سأكشف لك أسرار تسويق مجانية قوية ومجربة تبني بها جمهورك وتحققين مبيعات دون أن تصرفي ولا دولار في الإعلانات. أعرف طباخة بدأت من الصفر، ما كان عندها ولا ميزانية تسويق، لكن خلال أشهر قليلة أصبحت تبيع تدريباتها عبر الإنترنت كل شهر، تحقق دخل جيد فقط باستخدام هذه الطرق الخمسة المجانية التي سأحدثك عنها، وأنت كذلك تملكين فرصة فعل ذلك. الطريقة الأولى هي المحتوى المجاني الجذاب. هنا التسويق كأنك تقدمين عينة صغيرة من طبختك للناس، بمعنى أنك لما تعطينهم جزءا صغيرا يكون لذيذ من طبختك، أكيد يشتاقون ولا يتشهون الطبق كاملا. ما أود إيصاله لك هو أن تقدمي محتوى مجاني يكون قيم مفيد، فيه مثلا نصائح قصيرة، فيه وصفات مصغرة، فيه أسرار من خبرتك. أما الطريقة الثانية فهي التفاعل الحقيقي مع جمهورك، بمعنى لا تكتفي بالنشر فقط، ردي على التعليقات، تجاوبي مع جمهورك مع أسئلتهم، سلمي على متابعيك، اسأليهم عن آرائهم. العلاقة حقا مع الجمهور مثلها مثل النار، كل ما كأنها تحتاج إلى تهوئة مستمرة لتظل مشتعلة. كل تفاعل منك يقربك خطوة نحو الثقة والشراء، وليشتري منك جمهورك. أما الطريقة الثالثة هي استخدمي مجموعات على الفيسبوك. شاركي بمجموعات تهتم بالطبخ والحلويات والمشاريع الصغيرة، لكن انتبهي هنا، لا تدخلي تبيعي مباشرة في المجموعات، بل قدمي في البداية قيمة تكون لها معنى. جاوبي مثلا على أسئلة الناس، قدمي نصائح، قدمي فوائد، ثم بعد فترة عرفيهم على حسابك أو دوراتك. أما الطريقة الرابعة هي شهادات وتجارب العملاء، بمعنى لما واحدة من عميلاتك ومن جمهورك تبعث لك رسالة رسالة شكر أو صورة لنتائجها بوصفة اشترتها منك، هنا انشريها. هذه الأدلة اجتماعية تقنع الناس أفضل من أي إعلانات تكون بطريقة عشوائية. أما الطريقة الخامسة هي تعاونات بسيطة مع حسابات أخرى.
بمعنى تعاوني مع مصممة حلويات أو بائعة مثلا أدوات طبخ وحلويات، تستطيعين أن تعملي معها لايف مشترك، تتبادلون المنشورات. تستطيعين كذلك بهذه الطريقة أن تكبري جمهورك بسرعة بدون أي تكاليف على الإعلانات. تذكيري لك هو أن التسويق المجاني هو يشبه الزراعة. الآن تسقينه وتعتنين به وترعينه باستمرار، لكي في وقت من الأوقات تحصدين ما نتيجة ما كنت تعتنين به. أهم شيء هو الاستمرار فيما تقدمينه، والذكاء هو أن تقدمي نفسك للناس. لا تنتظري أن تمتلكي ميزانية تكون ضخمة، ابدأي بما تملكين الآن. والآن وصلنا إلى نهاية هذا البودكاست. شكرا لاستماعك لحلقة اليوم. لا تنسي أن خبرتك تستحق أن تصل للعالم. إذا أعجبك هذا البودكاست اشتركي في القناة واضغطي لايك، وشاركي الحلقة مع صديقاتك الطباخات وصانعات الحلويات اللواتي تحبين أن تساعدينهن. نلتقي الأسبوع القادم بإذن الله مع خطوات جديدة لنجاحك في بيع دوراتك ومهاراتك عبر الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.